نتيجة غياب الزلزولي. السؤال ماشي شكون غادي يعوض السمية، السؤال هو شكون يقدر يعوض الوظيفة ديالو في الجناح الأيسر بلا ما نكسروا توازن اللعب ديال المنتخب. الزلزولي كان كيعطي المغرب عرض في الجهة اليسرى، قدرة على الدخول للعمق وتهديد دائم للمدافع، والأرقام كتأكد هذا الشيء. النقطة ديالو في سوفا سكور واصلة ل 7.29 في الليغا و7.25 في آخر العام. الرادار ديال الزلزولي كيوضح علاش صعيب نلقاو نسخة منه. 70 في الهجوم، 65 في الإبداع، 64 في التقنية و48 في التكتيك. هذا التوازن هو اللي كيدير الفرق. دابا إلى قارنا البروفيلات غادي نلقاو باللي السباعي ماشي هو الأقوى في الجودة الفردية، ولكن هو الأقرب باش يحافظ على نفس النظام. عنده 25 مباراة، 23 منها أساسي و1834 دقيقة، يعني عنده ماتشات في رجليه ولياقة تخليه يبقى في الجناح ويحافظ على العرض. الخريطة الحرارية ديال السباعي كتبين حضور في الجهة اليسرى بحد زلزولي، وهذا الشيء مهم حيت في المونديال ما خصكش غير اللاعب اللي كيدير الفرق، خاصك اللاعب اللي ما كيغيرش النظام. ولكن خاصنا نكونوا واضحين، السباعي ما غاديش يعوض الزلزولي في الموهبة والإبداع. الرادار كيبين الفرق، الزلزولي 70 في الهجوم والسباعي غير 59. في التقنية الزلزولي 64 والسباعي 47، يعني السباعي كيعوض الوظيفة ما كيعوضش نفس الجودة. وهنا كيبان الحل، نبداو بالسباعي باش نحافظوا على العرض، التوازن ونفس الهندسة ديال اللعب. ما غاديش يعطينا نفس الإبداع، ولكن يقدر يخلي المنتخب ما يبدلش طريقته من الأول. من بعد 60 ولا 70 دقيقة الماتش كيتبدل، الفراغات كتبان، مدافعي الخصم كيعياو، وهنا كيولي الطالبي خيار زوين. رجلو اليمنى يقدر يدخل من اليسار للعمق ويقلب على التسديد ولا التمريرة الأخيرة. في الأرقام الطالبي عنده 4 ديال الأهداف، 1 أسيست، إكس جي 2.13 وإكس أسيست 1.19. هادشي كيبين باللي يقدر يزيد الخطر، ولكن النقطة ديالو 6.63 والرادار ديالو متوسط، 58 في الهجوم، 56 في الإبداع و46 في التقنية، يعني عنده أثر ولكن ماشي ضمانة كاملة من الدقيقة الأولى. إذا السيناريو الأفضل هو السباعي يبدا 60 ولا 70 دقيقة، وملي الماتش يتحل الطالب يدخل باش يزيد السرعة والخطر. هذا الحل ما كيطلبش تغيير كبير في خطة المنتخب. إلا كان المغرب رابح وبغى يسد الماتش فهنا كيدخل جيسيم. الأرقام كتوضح الدور ديالو، 44 في الدفاع و41 في التكتيك، ماشي أقوى من الزلزولي في الهجوم حيث عنده غير 59، ولكن مفيد إلا بغينا نسدوا المساحات ونحافظوا على النتيجة. أما أميموني فهو حالة أخرى، عنده تقنية كبيرة، تيك 85 والهجوم 72، ولكن هو يسري وخريطته الحرارية كتبين باللي الحضور ديالو أكثر في الجهة اليمنى، يعني ماشي بديل مباشر للزلزولي في اليسار. إلا دخل خاصنا نبدلوا البلان ونميلوا لليمين. الخلاصة إلا بغى المغرب يبقى في نفس الهوية الحل الأفضل هو السباعي من الأول والطالبي من بعد. إلا كنا رابحين جيسيم يدخل يسد، وإلا بغينا نبدلوا الخطة أميموني ولا خيار منطقي. في المونديال الفرق يربحوا بأحسن توازن، نبدأ بالهيكل ونساليو بالأثر، السباعي ثم الطالبي.